أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على سيدي رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل مع حضراتكم في قراءة الشمائل المحمدية لمولانا الإمام الترمذي. وقلت لحضراتكم سابقا أن كلمة الشمائل معناها الصفات الحميدة، معناها الصفات الحميدة. وقد وقفنا عند الحديث 216 غالبا، صح؟ الباب رقم كم؟ 33. من كم باب؟ من 56. احنا كده يعني زدنا عن النص ان شاء الله، من 56. يلا يا ابني، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، العطر عن رسول الله سنة، لكن لمن؟ للرجال وللنساء، لكن النساء في البيت ليس في الخارج. طيب، في البيت أمام الرجال الأجانب لا يجوز. كان في امرأة طيبة دائما تحب تزور سيدنا الحسين وتزور الأولياء وأهل الله، لكن كانت تتعطر، فكنا نقول لها يعني التعطر غير مطلوب. تقول أنا أريد أن أذهب إلى المشايخ وأنا رائحتي جيدة. هذا الكلام غير مبرر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع حتى لا يتعرض أحد لهذه المرأة بسوء. فهمتم؟ طيب، إذا خرج الرجل مع بناته أو مع نسائه هو أيضا لا يتعطر. ليه؟ لأنه لو وضع العطر بناته لم تضع أو زوجته لم تضع، الناس تشم الرائحة فيكون في جذب للأنظار. فعدم العطر للمرأة يعني مطلوب. تريد أن تتعطر في بيتها لزوجها. الرجل إذا كان بمفرده يتعطر، ويتعطر لكل اجتماع مع الرجال في صلاة الجمعة، الرجال في الدروس ولقاءات العلم مع الرجال. لكن إن يخرج بزوجته أو بأولاده لا يتعطر. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يغير العطر حتى تكون رائحته جيدة؟ أبدا. وصفوا عرق المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان أطيب من المسك. وكانت أم أنس إن يعرق الرسول صلى الله عليه وسلم تأخذ العرق وتضعه في قارورة. ومرة نام عندها صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول مشعر في الرأس وشعر الذراعين، أما البطن والصدر فكان أجرد يعني بدون شعر. لكن شعر الذراعين وشعر اللحية وشعر الرأس كان صلى الله عليه وسلم مشعر، يعني كثير الشعر. فكثير الشعر عندما ينام كثير العرق. فأم أنس عصرت الفراش اللي على المخدة، سميت المخدة مخدة حيث يوضع عليها الخد. فالرسول يسألها: ماذا تفعلين؟ إنه تضعه في العطر. قالت: أطيب الطيب بطيب عرقك يا رسول الله. يا سلام، ناس بتفكر. ده رائحة الرسول مسك إلى الآن. اذهب عند مولانا سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه في الحجرة النبوية الشريفة فيها الآثار. ونحن نحكي حكاية بسرعة. هذه الحجرة الشريفة كانت المتعلقات في مسجد سيدنا الحسين. جاء أحد أمراء المماليك وكان محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
فأخذ يشتري الآثار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رجل في بلاد الشام عنده شعر من النبي صلى الله عليه وسلم ورثه عن آبائه وعن أجداده، لم يرد أن شعرة من شعره الشريف وقعت على الأرض، وإن وقعت على الأرض قالوا الأرض تبتلع. الأرض إيه؟ تبلعها على طول، مفيش مناقشة. ثم واحد آخر عنده سيف من سيوف الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد عنده بردة. الحاجات دي كانت تتناقل مع آل البيت، مع الأمراء، مع الأغنياء، استطاعوا الشراء من بعض الناس. معلش يعني هو واحد عنده كتاب، هذا الكتاب ورثه مثلا عن الشيخ البيجوري، لكن عايز فلوس فباع. ايه المشكلة؟ ولكل ساقطة لاقطة. فصار هذا الأمير يجمع هذه المتعلقات للرسول صلى الله عليه وسلم من كل مكان، ثم بنى مسجدا. هذا المسجد في صحراء المعادي كده، في مكان الآن اسمه أثر النبي. تجد أتوبيس كده أثر النبي. هذا المكان أنا زرته زمان، يعني كنت صغير، يعني ممكن أكثر من 30 سنة، فزرت هذا المكان فوجدت جامع شبه مهجور الآن، يعني ممكن تصلح شوية. هذا المسجد الأمير عندما بناه وضع فيه كل ما استطاع أن يجمع من هذه الأمور، فوضعها كأنها متحف مفتوح يراه المصلون. ثم كعادة يعني عادة الدنيا، هذا المسجد عرض إلى الخراب، فجه الرئيس عبد الناصر رحمه الله. كان سيدنا الحسين أصغر من هذا المسجد الشريف يدوب، يعني كان سيدنا الحسين عبارة عن عمودين فقط، يعني المقصورة دي من زمان، القبة من زمان، لكن المسجد نفسه كان عبارة عن عمودين اللي هم في الأمام، يعني كأنه من المنبر إلى العمود عند الباب الأول، صغير خالص، كان لا يحمل أكثر من 100 مصلي. فجه الرئيس عبد الناصر في توسعات يمين وفي توسعاتها شمال وتوسعات شرق وتوسعات غرب، وسعوا من كل النواحي وبنى حجرة كبيرة. هذه الحجرة عندما تعرض مسجد أثر النبي إلى الهلاك أخذ هذه المتعلقات ووضعها في مسجد سيدنا الحسين. زمان وأنا صغير عندما تدخل تجد باب على إيدك اليمين، باب من فضة كده، فسألتهم قلت لهم مين ده؟ قالوا سيدنا الحسين. أهو ده سيدنا الحسن أخوه سيدنا الحسن مدفون في البقيع. لكن لما كبرنا عرفنا، حتى أنا وأنا صغير، مين هنا يا مولانا؟ أنا أقول لهم ده سيدنا الحسن، أنا مش عارف كما قالوا أنا أقول. لكن عندما كبرنا قرأنا هذا الكلام في كتاب عملت الدكتورة سعاد ماهر، أسأل الله أن يغفر لها وأن يجعل ما كتبت في مساجد أهل الله ومساجد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. هي كانت دكتورة في كلية الآداب جامعة عين شمس غالبا، زمان ليس النهارده، زمان أوي. هذه المتعلقات أنا زرتها مرتين. إن دخلت ستشم رائحة مسك غريبة. نحن يعني شممنا المسك كثيرا واشترينا عطر المسك كثير، لكن هذه الرائحة رائحة هادية غريبة كده، تشعر أنها رائحة مميزة. هذه الرائحة يا مولانا من زمان، هي رائحة عرق المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع إن معظم قطع القماش غسلت وصار فيها صناعة وصار فيها حفظ، لكن بقاؤها موجود. كان صلى الله عليه وسلم إن مر بطريق يعرف، فهمت؟ يقولون هذا الطريق مر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعرف. كان في أسرة تحب إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعرق على طول يأخذوا العرق ويضعونه في قارورة. قالوا كانوا يضعون العطر بعد انتقال الرسول للرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم منها، يعني كانوا يخرجون قارورة فيها عرق النبي صلى الله عليه وسلم، نقطتين كده على ثيابهم. قالوا إذا مر أحد منهم كانت الرائحة تشم فنعرف أنها رائحة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا مولانا سميت هذه الأسرة كاملة
بأسرة المطيبتية، أي التي طيب الله رائحتهم بطيب عرق رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان العرق عندما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول كان أبيض مشرب بحمرة، فكان العرق عندما يمشي كان ياخذ نفس اللون، فقالوا تشبيها كأنه حبات اللؤلؤ، هو أعظم، هو أعظم. في الجنة إن شاء الله ما فيش حمامات، ولا يوجد سباكة ولا صرف صحي ولا حاجة خالص. في أكل في الجنة، يا سلام، في أكل، في طعام، في شراب، في كل حاجة ما لا عين رأت. في شيبسي وفي ماكدونالد، في كنتاكي، كل حاجة، لكن يعني متغير شوية. في كاتشب، أنا عارف الواد ده يحب الكاتشب، في كاتشب. لكن طعام الدنيا له نهاية، يا سلام، قطعة كده من اللحم تدخل ما بين الضروس، ما شاء الله، متعة تجعلك طول الليل سهران تعبد الله بكلمة هو دي متع الدنيا. مغص، مش عارف ايه، مش عارف ايه. متع الدنيا تنتهي غالبا، يا ريت غالبا، دائما تنتهي بتعب، دائما. لكن الآخرة طعامها هنيئا مريئا. هنيئا طعام جيد مشبع رائع، مريئا لا يأتي من ورائه بمشاكل. فهمتم؟ نحن نحب الآيس كريم، لكن بعد ذلك الأسنان تمرض. نحن نحب الشاي، لكن سبحان الله يجعل الأسنان صفراء. كل حاجة لها مشكلة، لكن الجنة ليس فيها مشكلة. المشاكل الإخراج، لازم تتغوط ولازم تتبول. آخر أجود الطعام إلى الحمام نهايته، لكن الجنة ليس فيها حمام. طب نعمل إيه؟ نأتي الدنيا نفعل حمام ثم نذهب إلى الجنة؟ يعني مواصلات ما فيش مواصلات. قالوا أن الآخرة من يأكل الفضلات تخرج على هيئة عرق، هذا العرق أطيب من ريح المسك، كأنك تضع رائحة. عرق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كعرقنا. الواحد عرقان دلوقتي يعمل كده، سبحان الله، في تراب من العفار وتلوث الجو. العرق طعمه مر، لا لا لا، عرق الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف. هذا عرق أفضل إنسان فضله الله باطنا، وفضل الباطن يظهر على الظاهر. فهمتوها؟ الإنسان لما تجد ظاهره طيب اعلم باطنه طيب، باطنه طيب يظهر على الظاهر إن شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس باطنا وظاهرا، ليس عندنا أفضل منه. هنقرأ الروايات كده بسرعة ونسأل الله السلام. يا وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. سكة يعني ظرف، كأنه كيس، كان عنده زي ظرف أو كيس موضوع فيه العطور ويستخدمها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده زي حقيبة تسمى خريطة لأنها كانت من جلد أو من قماش، لكن غالبا كانت من جلد. كان يمشي بها كما كلنا نمشي معنا حقيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي بحقيبة لكن تسمى خريطة. هذه الخريطة كان عنده فيها أساسيات الحياة. كان عنده مقص، وكان عنده مكحلة، وكان عنده محبرة دواء، وكان عنده سواك، وكان عنده إبرة. تعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان عنده طيب. قال يمشي بما يحتاج. وكان أهل زمان هكذا، يمشي معه حقيبة أو امرأة مع حقيبة فيها كل حاجة، بحيث إذا احتاجت خيط تجد خيط، احتاجت إبرة تجد إبرة، احتاجت مقص صغير تحتاج مقص صغير، احتاجت قلم عندها قلم، عنده قلم. فكان صلى الله عليه وسلم يمشي بأمور الحياة.
كان عنده مرآة، المرآة دي كانوا يستطيعون أهل الصحراء أن يشعلوا النار في بعض الأشياء عن طريق الشمس. شوف في خبرة. كأننا الآن نمشي بكبريت. يا سلام يا سلام لو واحد كده في البيت ولا يجد كبريت، يا سلام بيكون اليوم رائع. طعام بارد عايز ياكل لكن ما فيش كبريت، ياكله سائعة. عايز يشرب شاي يعمل ايه؟ يعمل ايه يا سيد فكري؟ يشرب ايس تي. ايس تي طالع جديد دلوقتي، يعني الشاي البارد ده طالع موضة دلوقتي. نعم لا عندنا مش من زمان، ليست أعرفنا، لكن دي من بدعكم. الشاي خلقه الله يشرب ساخن، لكن هؤلاء الأشرار الأخيار يشربونه بارد. استغفر الله العظيم. قول يا ابني قول. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن أمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أهدى إليك إنسان الطيب والرائحة الطيبة لا ترد، وأساس الطيب من الجنة. سبحان الله. أساس الطيب من الجنة، من الأوراق التي نزل بها آدم تغطي سوءته وعورته. ولذلك من أجمل أنواع المسك تجدها فين؟ في الهند. سبحان الله، موجودة في الهند. ده المكان اللي هبط فيه آدم. خلاص. لكن ممكن يكون في ورقتين كده طاروا جم عندنا هنا في مصر، ممكن، الله أعلم. قول يا ابني. وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. كان لا يرد ليها الطيب. سبحان الله. لا، المبالغة في الصوم هنا المشكلة. الصائم لا يمنع من الطيب لكن يمنع من المبالغة. متى يفطر؟ لو يضعه كده جوه، هذا مشكلة. أيوة هنا يفطر، لكن مكروه المبالغة. مكروه ليها المبالغة. حضرتك ما خدتيش كتاب؟ خدتي؟ طيب قول يا ابني. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم ابن جندب عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. عموما هذه الهدايا لا ترد، لأن رد الهدية إن لم يكن في شبهة صعب. الهدف من الهدية الحب. قال صلى الله عليه وسلم هادوا تحابوا. هادوا يا مولانا تحابوا. فالهدف من الهدية إشاعة الحب. لكن لو أنا أعطيك هدية وأنت ترفض، أنا أشعر بأن في مشاكل سوف تحدث بيني وبينك. عندما قدم إبراهيم عليه السلام الطعام للرسل، هم من الملائكة والملائكة لا تأكل، لكن إبراهيم لا يعلم أنهم ملائكة. إيه اللي حصل؟ فأوجس منهم خيفة. ليه خيفة؟ لأنك إن لم تأكل طعامي معناها أنك يعني تريد أن تصنع معي صنعة يعني ليست جيدة. ومن هنا إذا قبلت هديتي أنا في أمان. هادوا تحابوا. ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم رفض هدية، لكن ما لم تكن رشوة، ما لم تكن لها مقابل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ. ما معنى يكافئ؟ تعطيني هدية، نعم أنا أعطيك أفضل منها. لكن الهدية المصحوبة بالمن كأنها سم. خذ اشرب شاي، هذا الشاي استغفر الله هو غضبان أنك تشربه، اشرب، شربت سما. يا أخي استغفر الله لا تعطينا. أو اشرب شاي،
يا سلام، عشان تعرف أنا طيب، أنا أعطيك شيء عشان تعرف إن أنا كريم، عشان تعرف إن أنا يعني قلبي. يا أخي استغفر الله العظيم. فإما هذا بالمدح وإما هذا إيه ما ينفعش، ما ينفعش. فإن أعطيت الهدية أنت لا ترى إلا الله. ولذلك كان يشاع في الأمثال: افعل الخير واقذفه في البحر. الإنسان إذا قذف شيئا في البحر لا يرجو عودته. فإذا أعطيت إنسانا هدية رجاء لا تنتظر منه حتى كلمة شكرا، لأنك لا تتعامل مع الإنسان، أنت تتعامل مع الله. طيب، هذه الهدايا لبن غالبا ليس فيه منا. أنا أعطيت خروف، أنا أعطيت بقرة، لكن أعطاني كيلو لبن، يعني المنة غالبا فيها معدومة. الدهن يعني الزيت يعني شيء بسيط، ليس شيء يعني صعب، ورخيص، 5 جنيه 10 جنيه 2 جنيه موجود كمان. فأيضا المنة فيها قليلة. الوسادة يعني لم نجد، يعني ما في حياتي ما في إنسان أعطاني وسادة هدية. لكن إذا أعطاك إنسان وسادة هدية خالية عن المنة، فكأن هذه الهدايا هي هدايا رقيقة، هي هدايا بسيطة، هي هدايا متواضعة، فإن رفضت قد يغضب من أهداها إليك. فهمتم؟ يعني أنا لو أعطيك لحم وترفض يعني ممكن أزعل، لكن مثلا لو أعطيك رغيف من الخبز ولم تأخذه قد أغضب. يعني ليه مش عاوز خبز؟ لأن الخبز يعني بربع جنيه 50 قرش. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى رفض هذه الهدايا حتى لا يجرح إحساس وشعور المهدي، لأنها هدايا متواضعة. هذه الهدايا قليل ما تقع فيها المنة. قول يا ابني. هذا الحديث ليس له تعلق بهذا الباب. الدهن ليس عطر. أيوة هو كده. قول يا ابني. وبه إليه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. لأن اللون للرجال زينة، وهو لا يريد زينة في اللون. لكن عطر الرجال تكون رائحته أكبر ولونه خفي. عطر النساء نحن نتكلم عن الأفضل، لونه ظاهر لكن رائحته أقل شوية. لا نريد للمرأة أن يعني تضع عطرا رائحته نفاذة شديدة حتى لا تجذب الأنظار إليها، وإن نظر إليها أحد ضرها. فالنظرة سهم من سهام إبليس. نحن ننظر إليهم الآن علشان ضرورة العلم، ضرورة التعامل، نشتري ونبيع، ضرورة المدرسة، ضرورة المعلم، لكن غير كده ليس لها ضرورة. فالنظرة سهم من سهام إبليس، من منعها مخافة الله إلا وقذف الله في قلبه نورا. هذا النور هو نور الإيمان. قول يا سيدي. حدثنا محمود. معلش حدثنا محمود. اقراها تاني، يلا اقراها تاني. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ماشي الحال، ماشي. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه. يعني نفس الألفاظ؟ لا، ده نفس المعنى،
لكن طريق الإسناد مختلف، ولذلك جاء في الأول والثاني والثالث والرابع نفس الكلام نفس المعنى، لكن الأسانيد تختلف حتى يقوي الكلام، حتى يقوي الكلام. نعم سيدي. وبه إليه قال حدثنا محمد بن خليفة وعمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن الزبير قال حدثنا حجاج الصواب عن حنان عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرد فإنه خرج من الجنة. الريحان نبات أخضر صغير له رائحة شديدة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الريحان أبدا. سبب عدم الرد مذكور العلة فيه، لأننا لا نرد الجنة. إذا جاءت الجنة نحن لا نردها، والله أعطانا أمثلة من الجنة. الجنة من كلام الجنة وحوارات الجنة القرآن، فالجنة ليس فيها صلاة ولا صوم ولا حج ولا عبادة، لكن فيها قراءة قرآن. حكايات الجنة قراءة القرآن. لكن لون الجنة، معظم الجنة لونها إيه؟ لونها أخضر ولونها أبيض ولونها أصفر. طوب الجنة ذهب وفضة، هذه يعني قريب من أبيض وأصفر. حصى الجنة من لؤلؤ، لؤلؤ أحمر أصفر أخضر الله أعلم. ثياب أهل الجنة منهم من يرتدي الأبيض ومنهم من يرتدي الأخضر، لكن ثياب أهل الجنة الأبيض. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم إذا تأتي حاجة تشابه الجنة رائحة يتكلم، تشابه الجنة لون يتكلم، من باب التشجيع. فإذا رأيت القرآن أنت تقرأ ما ستقرأه يوم القيامة في الجنة إن شاء الله. وإذا رأيت الريحان أنت تتذكر نبات الجنة. فكل هذه الأمور ترغبك في أن تجد وتعمل وتدخل الجنة. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الريحان، لأن الريحان من ريح الجنة، لكن ليس الريحان الذي نراه في الدنيا. فالدنيا قد تتشابه في الطعم لكن تختلف في الشكل واللون. الجنة تتحد في اللون لكن تختلف فين؟ في الطعم. قل يا ابني. وبه إليه قال حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجاهد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال وردت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى لحظات. جرير كان صحابي قوي، وكان عندما ترى جسده القوي تعجب، لكن كان عنده مشكلة. كان إذا يركب على الحصان لا يثبت، الله يفتح عليك، يقع على طول، يقع. يعني عندما يركب الحصان يقع، ليس فارق، ليس بالقوة التي تجعله يستمر على الفرس. الفرس قيادة. في واحد عندما يركب سيارة لازم يفعل حادثة، خلاص. إن لم يخبط إنسان هو يخبط حيوان، لم يخبط حيوان يخبط في الحائط، لكن لازم عندما يركب السيارة يا مسهل يا رب، حادثة يا رب على طول. يعني مبالغة. فكان جرير عندما يركب الحصان يقع، فدعا له صلى الله عليه وسلم أن يثبت على الحصان والفرس، وبالفعل من بعدها لم يقع، بل صار فارسا قويا. فكان عند عمر كأنه يعني في مزاح كده، هو يظهر عضلاته وقوته لمنها لسيدنا عمر، يشعره أنه أنه قوي. هنا سيدنا عمر يتذكر الماضي، ويتذكرون جرير عندما كان لا يثبت على الفرس إلا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حديث جميل، لكن احنا عايزين الشاهد. يلا يا ابني بسم الله. هذه معنى عرضت بين يدي عمر، أي وقفت بين عمر أظهر له قوتي في الجهاد. اكتب.
أنبت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في إزاره. يعني جرير أظهر صدره، يظهر عضلاته، فقال له خذ رداءك. فقال له خذ رداءك. فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. يعني ايه العلاقة بقى؟ حاول تدور معي كده. كان جرير حسن الرائحة، وكان جرير يضع الطيب فحسنه الطيب، وصنع جرير هذا كان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث لم يأتي برسول الله لا من قريب ولا من بعيد، القضية بين جرير وبين سيدنا عمر. لكن يا مولانا كان جرير يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع الطيب وفي حسن الجسد وفي جمال الجسد. ومن هنا سيدنا عمر قال ما رأيت أحسن منه إلا ما بلغنا من يوسف، يعني يوسف كان جميل أحسن من جرير. طيب مين أجمل، الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جرير؟ الرسول. مين أجمل، الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوسف؟ قلنا الرسول. طب الناس كلها تتغنى بيوسف ولا تتغنى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله أعطى يوسف الجمال وأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الجلال مع الجمال، فكأن الجلال هو الذي ظهر. قلنا ونكرر، أنت ذهبت للقاء رئيسة جمهورية. رئيسة جمهورية دي أنت ذاهب إليها، أنت ذاهب إلى أعلى شيء في الدولة، لكنها امرأة جميلة جدا. هل يعجبك الجمال ويجذبك الجمال ولا مهابة الرياسة والسلطان هي الأكثر؟ المهابة. ومن هنا مولانا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم من رآه ويعرفه أحبه، ومن رآه ولم يعرفه هابه. أنا أكرر، من رآه ويعرفه أحبه، في حب، ومن رآه ولم يعرفه هابه، كأنه يخشاه، يخاف منه، صلى الله عليه وسلم. يلا 34 باب الكلام. هو الرسول كان يتكلم، لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه يعني أمور لطيفة كده. هو في حديث ماشي يعني. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة. خلاص. إنه إندونيسي. الكلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم يعني، لكن كلامه كان ذهبا. إن يتكلم كان يتكلم كلام يوزن بميزان الذهب، بميزان الذهب. ليه يا مولانا؟ لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في شرح، في توضيح، في إظهار لمنهج الحياة. في رجل ألف كتاب سماه الخالدون في التاريخ 100، ترجمه الأستاذ أنيس منصور رحمه الله. كتاب حلو ليتكم تقرؤونه. الخالدون في التاريخ 100، أعظمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو يعني رجل غير مسلم وإنجليزي، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم رقم 1، سيدنا موسى تقريبا رقم 16، سيدنا عيسى رقم 4، يعني مخترعين كده قدماء، يعني صار يكتب كده. لكن هو لم يكتب اسمي لأن هو ألفه قبل أن أولد يعني، فلم يكتب اسمي. لكن هو لو يكتب الآن كان كتب العظماء 101. هذا الرجل عجيب،
بعض الناس يعني كأنهم قالوا له يعني عيب عليك، كيف تقدم عدونا على أنبيائنا؟ كيف تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على موسى وعلى عيسى وعلى إبراهيم نفسه؟ أعد الكرة، فأعاد الكرة، فرقم 15 صار 14، رقم 12 صار رقم 50، يعني في تقديم وتأخير، هو يرتب بالأفضلية، ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم رقم 1 أيضا. هنا سألوه لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد في العالم الذي جاء بمنهج، هذا المنهج يصلح الدنيا من أجل الآخرة، خلاص. ولذلك غير مسلم لكنه قرب الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على نبيه. هو منهج، هذا المنهج كيف جاء به؟ جاء به من فهمه للحياة صلى الله عليه وسلم، فهمه للواقع، اختلاط الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس، ما الذي يعجبهم، ما الذي يغضبهم، ما الذي يفرحهم، ما الذي يصلح من أحوالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب كما أنا أخطب يوم الجمعة، كان يخطب في كل وقت وكان يخطب في كل يوم، فإذا دعت الحاجة يا معشر الناس 1 2 3 4. إن تكلم لا يتكلم بكلام غير مفهوم، لا، كان يتكلم بكلام مفهوم، وإلا ما فائدة الكلام؟ فلو أنا الآن أتكلم معك بكلام أنت لا تفهمه ما فائدة الدرس؟ في بعض الجهلاء إن يسمع الشيخ يتكلم لغة عربية صعبة يقول الشيخ قوي، الشيخ عالم. لكن الشيخ لو يتكلم بلغة سهلة والطالب يفهم، الشيخ قد يزهد الطالب في درس الشيخ. إذا كان الشيخ يحيا معكم ويعيش معكم فلا بد أن يتكلم معكم بكلام أنتم تفهمونه وهو يفهمه، وإلا ما فائدة المعاصرة؟ عندما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرح إلا كلمة كلمتين وردت في القرآن في كل سورة كده، أو لا يشرح، لأن القرآن نزل بلغة العرب، نزل بلغة واضحة يفهمونها. قل هو الله أحد الله الصمد، نحن لا نفهم معنى كلمة صمد لأننا لا نستخدمها، لكن ما معنى الصمد؟ المقصود عند الحوائج، سهلة. لكن عندما نتكلم عن الصمدية والوحدانية والوجودية والسرمدية والأبدية، كلمات قد يفهمها البعض والبعض لا يفهمها. نحن لم نأتي نتكلم مع الناس بكلام لا يفهمونه. هنا صلى الله عليه وسلم أتى بالسنة التي توضح القرآن وتفسر القرآن وتظهر ما في القرآن من معاني بكلام يسير. إذن كلامه كان واضح. 2، كلامه كان فيه بلاغة، بجد في بلاغة. أيوة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم البلاغة. أهل العرب كانوا بلغاء وكانوا شعراء وكانوا يعني دائما يتكلمون في الشعر ويتكلمون في الفصاحة ويتكلمون في البلاغة ويتكلمون في أمور كثيرة الحمد لله. لكن عندما يأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، شوف في أدب، لا يقول ذكر الرجل وفرج المرأة، لا عادي، إيه المشكلة؟ لا حرج في الدين، لا الدين فيه حرج، لا حرج في العلم. العلم لا يوجد فيه حرج. ولولا امرأة تشجعت وسألت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أحكام الغسل ما استطعنا الآن أن نعرف أحكام الغسل. لكن في ذوق عالي، في رقي. فعندما يتكلم المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول ختان الرجل وختان المرأة، أهو إذا التقى الختانان فقد وجب لها، يعني معناها فرج المرأة وذكر الرجل وانتهى الأمر.
إنما الماء من الماء. يا سلام، الماء الحيوانات المنوية، هنا وجب الماء يعني الغسل. إنما الماء من الماء في ذوق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح، لكن كان يتكلم بكلام حق، لا يمزح بكذب صلى الله عليه وسلم. لكن كان يستخدم في توصيل المعلومة 3 وسائل. كان يستخدم صلى الله عليه وسلم 3 وسائل. الوسيلة الأولى كان كلامه فصلا. ما معنى فصلا؟ رويدا رويدا. لم يكن كلامه صلى الله عليه وسلم بالمرسل، عليكم أن تفعلوا لا لا لا. كان كلامه كده بالراحة كده، خلاص بالراحة كده، تكلم بالراحة، لا ضرر ولا ضرار، بالراحة كده. 2، كان يكرر. أيوة، التكرار تأكيد وزيادة وتوضيح. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ الأولى يحفظ الصغار. الصغار من مرة، المفروض الذهن الصافي. الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش على ليها. شوف الكلام، شوف أهو منقوش على حجر، ممكن يجلس 100 عام 200 عام 300 عام كمان. لكن لو أنت تكتب على الماء، عندما تكتب الحرف الثاني الحرف الأول يمحى، فكأنك تنسى سريعا. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ مرة يحفظ الصغار، ويعيد الثانية فيحفظ الشباب، ويعيد الثالثة فيحفظ الكبار. رقم 3 كانت لطيفة. كان صلى الله عليه وسلم يختبر، يسأل ماذا قلت، من يقول ما قلت، في أي شيء نتكلم. أدي معنى كان صلى الله عليه وسلم يختبر. دي الوسائل اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدمها عندما يتكلم مع الناس. قول يا ابني. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا حميد بن مسعود البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام. لم يكن يسرد سردكم هذا. السرد الكلام بسرعة، سرد يعني كلام بسرعة. لا، لم يكن يسرد كسردكم هذا، كان كلامه فصلا. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لو أردت أن تقوم بعد كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. تكلم كم كلمة الرسول اليوم صلى الله عليه وسلم؟ 10 15 20 100 200 محسوبة. لو أردت أن تقوم بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. يحفظه من جلس إليه. شوف الحفظ لأنه كلام مختصر، الحفظ كلام سهل، الحفظ وصل إليك بطريقة الأذن ترتاح إليها. الإنسان عندما يحفظ هو حجة على من لم يحفظ، والحفظ علم، الحفظ في حقيقته علم. لكن كيف الإنسان يحفظ؟ إن يفهم. كيف الإنسان يحفظ؟ إن يقرأ جيدا. كيف الإنسان يحفظ ويقرأ جيدا ويفهم؟ إذا تهيأ للعلم، إذا تهيأ للعلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن سمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة 3 لتعقل عنه. شوف، لتعقل لتفهم، لتعقل لتفهم، وتعقل أيضا من العقال، تربط.
فكأنك تحكم الحوار. وكان كلامه صلى الله عليه وسلم سهل. ليه؟ لأن الفكرة واضحة في رأسه. هو صلى الله عليه وسلم فاهم ماذا يريد، يعلم ما هي الرسائل التي يريدها من الحوار، فتبقى الصورة واضحة في الرأس، الكلمات تخرج سهلة، يستطيع يختصر، يستطيع أن يشرح، يستطيع أن يوصل. كذلك في إخلاص يا أخوانا، وما كان من القلب وصل إلى القلب. قول يا سيدي. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ابن أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليس متواصل الأحزان يعني حزين، لا، كان مشغول بأمور الدعوة، فإن تراه تظن أنه حزينا. متواصل الأحزان يعني يبكي، لا لا لا، هو يفكر في الدعوة. لكن كان الرسول يضحك وكان يبتسم وكان يمزح وكان مزاحه حقا صلى الله عليه وسلم. ليس معناه متواصل الأحزان يعني ده يبكي حزين، لا لا، الرسول لم يكن حزين، كان فرحان دائما ويسعد الناس ويدخل السرور على الناس. وهو القائل صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك وإدخال السرور على الناس سنة. لكن دائما كان يفكر، كان دائما في حالة خشية مع الله، في حالة خضوع مع الله. طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة. هذا آدي معنى متواصل الأحزان. طويل السكوت لا يتكلم إلا لحاجة. يا سلام، ليه؟ لأنه ما من لفظ يخرج منك إلا ويكتب عند اليمين أو عند اليسار. فإن كان عملك الحمد لله جيد يكتبه رقيب، عملك سيء يكتبه طب وليه؟ السكوت أفضل. فإما أن تتكلم بكلام يكتب هنا أو لا تتكلم من أصلا. كذلك كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كلموه في أمر من أمور الدنيا يشارك لكنه يبتسم، أما إن كلموه في أمر من أمور الآخرة فكان يضحك وكان يسعد صلى الله عليه وسلم. قل يا ابني. يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يحمد ولا يمده ولا تغضبه الدنيا. يا سلام، لا 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 استنى، ده كتير قوي، ده كتير قوي يا ابني. بالراحة بالراحة بالراحة. هم يقولون صف لنا رسول الله. لا، الأوصاف مرت في الباب الأول. هنا منطق، طريقة الكلام، طريقة فهم الأمور، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم الأمور. شوف بالراحة كده، كان الرسول صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، يفكر دائما الفكرة في النشأة والمصير وطريقة الدعوة. ليست له راحة لأنه علم أن الدنيا ليس فيها راحة. من يبحث عن الراحة في الدنيا ضل يا مولانا، لأن الله لم يخلق في الدنيا الراحة. طويل السكت كأنه يسكت كثيرا، سكوته فكرة ونطقه ذكرا، لا يتكلم في غير حاجة حتى لا يوضع الكلام في ميزان السيئات.
يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى. كل أمر لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر، أقطع، أجزم، قليل البركة. تقول بسم الله، تقول الحمد لله، ليس لنا علاقة، المهم أن تذكر اسم الله. ويتكلم بجوامع الكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت 4 لم يعطهن نبي قبل، 5 6 7 8 هي خصائصه صلى الله عليه وسلم. منها أنه يتكلم بكلمة تشرح في كتب كثيرة، وكلمة بها كلام قد يؤم. فمن أراد أن ينظر يقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك. ليه؟ إيه الكلام ده؟ ماذا تريد من الدنيا؟ الناس تحبك وربنا يحبك. فإذا تركت ما في يد الناس، الناس ستحبك لأنك لا تريد منهم شيئا بل يعطوك. أما إذا زهدت في الدنيا وتركت الدنيا وأخذت منها ما يكفيك، الله تبارك وتعالى سيحبك ويرسل لك الأعمال الكثيرة التي لا تستطيع أن تحمل ثوابها. يدي لك حاجات كتير أوي. ليه حاجات كثيرة؟ لأن الله أحبك، وإذا أحب الله عبدا جعله عبدا رباني. ما هي علامة العبد الرباني؟ من إذا رأيته تذكرت الله. من إذا رأيته تذكرت مين يا مولانا؟ تذكرت الله. ده العبد الرباني. لكن كيف يأتي العبد الرباني؟ من المحبة. كيف يحبك الله؟ اترك الدنيا وما فيها، وخذ من الدنيا ما يكفيك، ولا تنس نصيبك من الدنيا. قول يا سيدي. ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة. ليس بالجافي ولا الجفاء، يعني كأنه ما فيش ماء. شيء عندما لا يكون في ماء تجده صلب. لم يكن صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس بصلابة، بل كان يتعامل معهم بلين. ولو كنت فظا غليظ القلب لا، فلو كنت جافا لا تركوك الناس. لكنه كان صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس على قدر عقولهم، وكان يسمع منهم، وكان يفعل معهم يفعل معهم كل ما يريدون، شريطة ألا يتعارض مع شرع الله. فأي شيء كان يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام هذا الشيء مباح وحلال كان يفعل بدون جفاء. لم يكن صلى الله عليه وسلم شديد اللفظ. يعني ايه شديد اللفظ؟ كأنه يسب الناس، بل كان يعطف على الناس، وكان يربي الناس. وكان صلى الله عليه وسلم يعني في حالة من حالات التعب من أجل راحة الناس. بنت فاطمة تأتي: يا أبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبانة أريد خادمة. قال: قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ترتاحي. 33 33 34. لو كان أشار إلى عمر لذهب يخدم فاطمة، لكن هو صلى الله عليه وسلم لا يريد. فكان هو يتعب، هو يشقى، يجعل أهله يتعبون من آل البيت، لكن في سبيل إن الناس ترتاح. ومن هنا كان يريحهم في المال، وكان يريحهم في الجهاد، وكان يريحهم في العمل الخالص لوجهه الكريم. قول يا ابني. يعظم النعمة وإن دقت. يا سلام. يعظم النعمة وإن كانت قليلة. قيدوا النعم بالشكر. قيدوا النعم بالشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم
إن عذابي لشديد. يا سلام يا سلام يا سلام. لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدح. لا الحمد لله. لا تمام الحمد. كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليه طعام يعجبه يأكل، لا يعجبه يقول الحمد لله، ولم يرد أنه ذم طعاما قط، لم يرد. قول يا سيدي. ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها. هو يعلم حقيقة الدنيا. ما الدنيا؟ سوق قام ثم انفض. ما الدنيا؟ مزرعة والحصاد يوم القيامة. إذن الدنيا لم تكن تساوي عند رسول الله شيئا. هو كان يعلم أن الدنيا مرحلة ستنتهي بدخول الجنة إن شاء الله، ومن هنا كان يعمل للجنة. قول سيدي. فإذا أعطي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. يعني إيه؟ أنا دلوقتي جالس ففي واحد يأتي يقول المسلم سيء الأخلاق، أنا ماليش علاقة، ويشتم المسلم، أنا ماليش دعوة. لكن جاء قال مولانا أنت سيء الأخلاق، تعال أنت كذا وأنت كذا وأنت كلب بالعربي وأنت دج بالإنجليزي، دج DOG صح؟ يسب ليه؟ لأنه سبني أنا. فعندما سب الإسلام أنا غير على الغضبان. تجد في الشارع رجل يسب الدين عادي، لكن لو قال لواحد يا كلب هو يغضب. فهو يغضب لنفسه لكن لا يغضب لربه. الرسول كان العكس صلى الله عليه وسلم، كان يغضب لله، أما إن تعلق الأمر بنفسه كان يعفو. هذه معنى الكلام، كان يغضب لله لا يغضب لنفسه، وكان نادرا ما يغضب، لكن إن يغضب لا يقوم لغضبه أحد. خلاص؟ يعني هو طيب، لكن لو جاء أمر يغضبه وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص لن يسكت حتى يأخذ الحق لأصحابه. لكن اطمئن، كان يغضب قليلا، وكان لا يغضب إلا في أمر يخص مين؟ يخص الدين. لكن لنفسه كان لا يهتم، لأن من شيمته العفو، من شيمته يعفو عن حاله هو. لكن إذا تعرض الأمر للدين فالدين أعز وأجل من نفسه صلى الله عليه وسلم. وهنا الله أكرمه بأن جعل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك علامة للإيمان. الآن يا عمر بأبي وأمي ونفسي يا رسول الله، قال له صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. فصار من علامة الإيمان أن تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أبيك وأكثر من أمك، لكن أكثر من نفسك هذا صعب، لا تفعله، وقد فعلها عمر. ولا سيدي. إذا أشار بكفه كلها. يعني إيه؟ لا يقول واحد تعالى، لا يفعل هذا. بل كيف يفعل؟ أشار بها. شوف لما تقول واحد غير لما تقول له. عندما تفعل هذه بكفك كاملا فيها نوع من أنواع الحب، لكن كده نوع من أنواع الكبر. حركات، إشارات. الإنسان في التواصل مع الناس 57% من توصيل المعلومة ومن الفهم يعتمد على الإشارة. 57%. الكلام غالبا 37. تفهم كلامي 37%، لكن في إشارات، في إشارة أومأ برأسه، علامة الرفض، علامة الغضب، الابتسامة علامة السعادة. 57% من توصيل الأمر يكون بالإشارة. فالإشارة المفهمة يعني لها في حياتك أكثر من النصف، 57%.
قول يا ابني. وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها. اتصل بإيده، في إشارات كأنه يعني يفعلها كده. شوف يا شباب، كان زمان المخابرات كيف تعرف أن المتحدث صادق أو كاذب؟ من بعض الوسائل. قالوا يسجلوا له ثم يغلقون الصوت، فإن أغلقوا الصوت صار رؤية الإيه؟ الإشارات، من إشارته وهو يتكلم يعرفون أنه صادق أو كذاب. المبالغة في الحركة دليل على الكذب، الحركة الطبيعية دليل عليها على الصدق، التمثيل دليل على الكذب، الحقيقة والواقع دليل على الصدق. فكانوا يغلقون الصوت وينظرون إلى حركاته، فإذا كانت حركاته طبيعية يعرفون أنه إيه؟ صادق. هذه وسيلة من وسائل المخابرات زمان. الله أعلم دلوقتي إيه الموضوع يعني. خلاص الدنيا تقدمت دلوقتي، في موبايل كده وفي شحن وفي 010 و011 و012، احتمال ينزل 014. شركة جديدة 0 كام تعرفوش؟ في شركة جديدة ستنزل ممكن 014 أي حاجة. قول يا ابني. وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. آدي الراحة، آدي الراحة وآدي راحة، خلاص كأنه يفعل كده. ها. وإذا غضب أعرض وأشاح. أعرض وأشاح يعني يعرف غضبه، يعرف غضبه. وكان صلى الله عليه وسلم إن يغضب عنده هنا عرق يجري فيه الدم سريعا أحمر، فيجعل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم كله أحمر، فكان يعرف بأن وجهه يحمر وكان يتصبب عرقا، نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضبان. وإذا فرح غض طرفه. إن يفرح يسعد صلى الله عليه وسلم، كأنه يدير وجهه من الفرح. غض الطرف، الطرف اللي هو ليها العينين. جل ضحكه التبسم. معظم ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم. التبسم مقدمة الضحك. ما التبسم؟ ضحك من غير صوت، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم في أمور الدنيا ويضحك في أمور الآخرة. يا رسول الله نعم نربح 1,000,000 جنيه، يضحك يعني ابتسامة. يا رسول الله لقد مات فلان شهيد، يضحك بصوت. ليه مولانا؟ لأنها صاحبه في الجنة، فإذا تعلق الأمر بالجنة وأمر الآخرة يضحك حتى تظهر نواجذه، الأسنان الأربعة الكبار. أما صلى الله عليه وسلم لو أمر من أمور الدنيا كان يعمل يا مولانا؟ يبتسم ابتسامة خفيفة. الابتسامة بداية الضحك أو ضحك من غير صوت. قول يا ابني. يغتر عن مثله حب الغمام. ماشي. حب الايه؟ ما معنى الغمام؟ السحاب. السحاب ماله؟ أبيض. السحاب لا يأتي إلا بخير. فكان صلى الله عليه وسلم إن يضحك ويسعد الدنيا كلها تسعد لسعد وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الضحك. يلا ايه المشكلة؟ توكل على الله. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو ليس طويل قوي، لكن علشان نعرف هل كان يضحك صلى الله عليه وسلم ولا كان دائما في حالة الأحزان. كان يضحك مع نسائه، وكان يضحك مع السيدة عائشة، وكانت السيدة أم سلمة تدخل السرور على صدره الشريف، كانها تحكي له حكايات فيضحك.
تقول له كلام خفيف الدم كده فيضحك صلى الله عليه وسلم. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تحب السيدة أم سلمة، وكانت تتمنى أن تكون في منزلة أم سلمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تضحكه. كانت السيدة أم سلمة يعني خبرة، وكان عندها أولاد، وكان زوجها أول شهيد في الإسلام، فكانت لا أنا مش عايز مية، والله مش عايز مية بس. لا اسمعني، لا الحمد لله تفضل بس. فكان يعني أم سلمة تضحك مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتدخل السرور عليها على قلب الشريف. فكانت السيدة عائشة تتمنى أن تكون في ظرف السيدة مين؟ أم سلمة. وكان الرسول يجلس مع أصحابه ويشاورهم ويشاورونه، وكان يضحك معهم. لا تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا في بعض الناس كلما ازداد علما ازداد غضبا. لا كان يضحك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة كان يضحك لكن وكان يمزح لكن كان مزاحه حقا. وكان عندما يضحك تظهر رباعيته. وكان عندما يتكلم كانت الثنايا العليا مفلجة، ده نوع من أنواع الجمال. فكان إن يتكلم يخرج الهواء، عندما يخرج الهواء كأنه خطوط من نور تمشي. كان يفهم الناس ويعرف ما الذي يسعدهم فيفعل وما الذي يغضبهم فلا يفعل. ده الفرق بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. قول يا سيدي بالراحة شوية. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن الأوام قال أخبرنا الحجاج وابن أرطاه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. الحموشة يعني رقة، في رقة. أكحل العينين وليس بأكحل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع كحل اسمه الأسمد الإثمد، وكان يكتحل هنا مرة وهنا مرة، أو هنا مرتين وهنا مرتين، أو هنا ثلاثة وهنا ثلاثة بالليل، ويستيقظ في الصباح ويتوضأ. لكن إذا رأيته تقول أنه أكحل وهو لم يضع الكحل. أكحل وما هو بها بأكحل. الكحل سيأتي يجلو العين ويقوي البصر، لكن ليس أي كحل. ومن كانت عينه فيها مرض رجاء يستشير الطبيب. من كان عينه فيها مرض رجاء يستشير الطبيب قبل وضع الكحل. قول يا سيدي. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن نفيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جيش أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قلت وأكرر: تبسم في حال الدنيا، لكن كان يضحك ويخرج صوتا وتظهر النواجذ في أمور الآخرة. سيأتي في أمور الآخرة والجنة. لكن كان يبتسم، وهو القائل: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكان صلى الله عليه وسلم يتبسم عند اللقاء. وقلت وأكرر: كان يفعل 5 أمور عند اللقاء، تتذكرون؟ 1: السلام باللسان: السلام عليكم ورحمة الله. 2: السلام باليد، رجل لرجل، امرأة لامرأة. 3: التبسم في الوجه. 4: السؤال عن الاسم. 5: الإخبار بالحب. المرء يحشر مع من أحب.
5 أمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ها حد فاكر؟ 1 سلام باللسان، سلام باليد، تبسم بالوجه، السؤال عن الاسم، إخبار بالحب، إني أحبك في الله. هذه ال5 تجعل السعادة بين الناس تدوم. قول يا ابني. وبه إليه قال حدثنا أبو عمار بن حسين بن قليس قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. لا، وآخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال يعرض عليه صغار ذنوبه ويحبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. ايه معنى الكلام؟ النواجذ 4، الأنياب 4. هذا الرجل ظن أنه من أهل النار، لكن الله أخرجه وأبدل سيئاته إلى حسنات وأدخله الجنة وهو غير مصدق. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك لأنه سعيد برحمة الله، فرح برحمة الله. فإذا فعل الله تبارك وتعالى مع هذا العاصي ومحى ذنبه وحول ذنوبه إلى حسنات، فماذا سيفعل ممن قلل من الذنوب وستره الله من العيوب وأكرمه الله بالإسلام؟ هنا رسول الله يسعد لأن رحمة الله عمت هذا الرجل وستعم كل المسلمين إن شاء رب العالمين. لذلك هو فرحان، هو يضحك بسعادة أمته وبرحمة أمته. يسعد أن في إنسان دخل الجنة، يسعد صلى الله عليه وسلم أن في إنسان ماله دخل الجنة. سعادته بهذا الرجل الذي دخل الجنة جعلته يضحك، لا يبتسم، يضحك فرحا وشدة، شدة الفرح. قول سيدي. أنا أكرر، كان يبتسم في أمور الدنيا ويضحك في أمور الآخرة. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. جرير بن عبد الله كما قلنا الذي كان يشكو أنه لا يصعد على ظهر الفرس، فإذا رآه رسول الله يبتسم كأنه يتذكر منذ أن كان لا يستطيع أن يثبت على الفرس فصار الآن يثبت. فكان جرير إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم الرسول يضحك للمواقف السابقة مع جرير. يضحك ولا يبتسم؟ يضحك ولا يبتسم؟ يبتسم، لأن هذا أمر من أمور الدنيا لا يثبت على على الحصان. كل سين. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. نعم. وبه إليه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة. زحفا يعني ببطء. دي حكاية لطيفة عن رجل يدخل الجنة زحفا يعني ببطء. قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت و10 أضعاف الدنيا قال فيقول تسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. الحديث ده حديث لطيف جدا جدا، يحكي عن آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة. أنتم تعلمون لن يخلد مسلم في النار، ولن يخرج من دخل الجنة. من دخل الجنة لا يخرج، من دخل النار قد يخرج والمسلم لا يخلد فيها. هذا الرجل ليس من المسلمين، إنه من الأمم السابقة. قال يا رب أدخل الجنة، فدخلها حبوا كأنه يمشي ببطء. عندما دخلها قال الله تمنى ماذا تريد؟ سيارة نعطيك سيارة، قصر نعطيك قصر، حور عين نعطيك حور عين، عايز 1000 جنيه نجيب 1000 جنيه، عاوز ايه؟ قال يا رب تسخر مني، يعني يا رب تضحك عليا؟ لا، هو غير مصدق. هو كان يريد أن يخرج من النار، فجأة هو دخل الجنة كمان يطلب والله يعطيه، يعني ده عاصي أصلا، وإلا ما كانش دخل النار، وإلا ما دخل النار. هو دخل النار لأنه عاص. فقال تمنى، فقال يا رب أريد 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 أريد، خلاص فأعطاه الله ما أراد وزاده 10 أضعاف الدنيا. 10 أضعاف الدنيا لآخر من دخل الجنة. نعم، فما بالك بمن دخل الجنة قبله؟ إن شاء الله المضاعفات إلى ما لا نهاية، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قول يا سيدي. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة رضي الله عنه قال شهدت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، يا سلام، استوى على ظهرك قال. ده حديث لطيف، خلي بالك، ده حديث سيدنا علي، ده لطيف جدا، أحكيه لك بسرعة. هو الصحابة كانت تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة. الرسول عادي صلى الله عليه وسلم يركب الدابة عادي ويقول دعاء الركوب عادي، ثم في موقف دار في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي موقف، فإذا به صلى الله عليه وسلم يضحك، يعني تذكر موقف فجعله يضحك عادي. ممكن إنسان تجده في الأتوبيس كده جالس يضحك، أي تذكر موقف كده. أنا أحيانا كثير أكون في المواصلات فجأة كده أضحك، لكن ليس بصوت يبتسم كده. تذكر عندما جئت بالكتب والطلاب يسرقون الكتب من الشيخ ويأخذون الكتب كده، وكلما أقول أين الكتاب يقول لم آخذ، لأنه ليس عنده في مصر لكن عنده في البيت هناك، يعني فهو يأخذ الكتاب ثم يجعله في البلد ثم يأتي ويأخذ مني كتاب آخر، فأنا يعني أضحك لأني أعلم أن الطلاب يعني اللصوص. حاجة في راسي تضحك. كذلك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، حاجة في راس الرسول صلى الله عليه وسلم جعلته يضحك. موقف مع زوجاته، مع بناته، مع أطفاله عادي. سيدنا علي يركب الدابة عادي، يقول دعاء الركوب عادي، يضحك. يا سيدنا علي
عندما تركب الدابة مش مشكلة، عندما تقول الدعاء مش مشكلة، لكن ما الذي جعلك تضحك؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الدابة وقال دعاء الركوب وضحك. أنت مالك أنت؟ قال هو ضحك لشيء في رأسه، أما مولانا علي فإنه يضحك لضحك رسول الله. يقتدي. شوف يقتدي فين. حاجة صغيرة خالص لكن هو يقتدي. قفوا الأثر، اعلموا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه. قفوا، امشوا وراه. رواية حلوة، قول يا ابني. فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. يا سبحان الله. يلا يا ابني قول آخر حديث في الباب. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال سعد رضي الله عنه. لحظات. الرسول صلى الله عليه وسلم حارب في بدر قريش وحارب في أحد قريش، فجاءت الأحزاب أي تحزبت العرب واجتمعت، كان عددهم 10,000 عدد المسلمين، 3,000 المكان المدينة. ماذا تريدون؟ يريدون القضاء على الإسلام. هذه لم تكن معركة مباشرة، لم تكن معركة مباشرة غزوة الأحزاب، بل كان في خندق الرسول فعله صلى الله عليه وسلم بإشارة من سلمان الفارسي. ونحن أي فكرة حتى ولو كانت فكرة الكفار ما دام فيها فائدة نفعل. فصار الكفار في قناصة يأتون بسهام من بعيد، والمسلمون أيضا بسهام من بعيد، حتى وصل الأمر أنهم لم يخرجوا للصلاة خشية السهام والقناصة يقنص. فإذا بواحد منهم من الكفار كان يختبئ خلف صخرة، فإذا رأى مسلم يضربه، إذا رأى مسلم يضربه. هذه الرواية التي نقرأها عددها يمكن 4 سطور أو 5، لكن في غاية الجمال. سبحان الله، في غاية الجمال. هذا الرجل في غزوة الخندق هي الأحزاب، وقعت سنة 5 هجرية. سميت الأحزاب حيث اجتمعت العرب، وسميت الخندق حيث فحرنا لها الخندق. فشاء الله إن مولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعني زي زعلان، لأن هذا الرجل القناصة قتل منا. فخرج له سعد ابن أبي وقاص وكان راميا قوي، فانتظره يظهر لأنه كان يضرب ويختفي. هنا صلى الله عليه وسلم رأى سعد بن أبي وقاص ينتظره، فعندما ظهر ليرمي رماه سعد أولا، فجاء السهم في جبهة الكافر فوقع على ظهره وانقلبت قدماه. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك فرحا وسرورا لموت هذا الكافر الذي قتل منا الكثير. كان صعوبة، موقفه صعب، كان خبيث، يضرب ويختبئ. هنا مولانا سعد كأنه ضربه أولا، اصطاده أولا. فهنا ضحك صلى الله عليه وسلم لموت ذلك الكافر ولحماية المسلمين.
اقرا يا ابني وكفايه كده. قال سعد رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، فانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل. يعني من السهم الذي أصاب منها أصاب هذا الرجل. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عنك